بيت في حتة مقطوعة بعيد عن الناس، حيطان البيت واقعة والسور مش فاضل منه حاجة. في فرقة مدججة بالعتاد، واحد بيقول للتاني اليوم يوم جميل لصيد الأرانب. عربية فوق الكوبري فيها واحد منشن على البيت بيستنى اللحظة المناسبة. الرجالة قريبين قوي من البيت، اللحظة المنتظرة جت. بنت طلعت ربنا ستر الرصاصة ما جاتش فيها، جت في صورة العيلة. اللي بينشن عليهم بيقول يلا مش مشكلة، وقعت صورة العيلة المعفنة. البت خايفة مش عارفة تعمل ايه. لما حاولت تجيب المسدس القناص جابها فيه وبعد عنها. وفي واحدة دراعها بتنزف بتشوفها هتعمل ايه، وهي بتفكر افتكرت انه عمها وهم بيتفرجوا فيلم شرح لها انه البطل هرب من ضرب النار لانه بيتحرك في المناطق العامية، واللي بيضرب نار مش هيلحق يشوفه بدري. جابت مكنسة وحطت فيها مراية. القناص بيضحك، دي باين عليها بتشوف افلام كتير، وجابها في المراية. وكل مرة كانت بترفعها كان بيجيبها لحد ما رفعتها ومعرفش يجيبها في المراية. فهمت انه في مكان عالي اعلى من مستوى البيت. طلعت فوق التلاجة ونطت على الكنبة. هو شافها بس شافها متأخر وما جاتش فيها. بتمد ايديها تحت الكنبة تجيب المسدس، ما عرفتش. قلبت الكنبة لقيت عمها مخبي بندقية. القناص بيعمل ريلود لقاها منشنة عليه. هي مين البت دي؟ وعم ايه اللي عنده بندقية تحت الكنبة؟ في يوم جي ان كانت داخله الحمام، لقت حد دخل وراها حمام الستات. ضربته وعلمت عليه. الضابط قال لها انت ما غلطتيش بس ما ينفعش تضربيه، يا ريت تكلمي حد يقرب لك يجي يخرجك. كلمت عمها، رد عليها ضابط وقال لها مش عايزك تخافي، عمك تعيش انتي. جيان كانت عايشة مع عمها، ولما راحت الجامعة راح أوضتها ركب لها شبك حديد. حرامي مين اللي هيطلع الدور الخامس؟ وليه جبت لي دولاب حديد؟ قال لها عشان يحميكي من مطر النار، دي غالية قوي ومضادة للرصاص. ضحكت فاكراه بيهزر. بعد كده قالت له عن مديرها في الشغل اللي كان حقها وما اداهاش فلوس. هي زعلت، زعقت وقالت اسم عمها 3 مرات زي ما علمها. الغريب بعدها بكام يوم مديرها عمل حادثة، ايديه ورجليه اتكسرت. ضميره أنبه، كلمها ورجع لها الفلوس. قال لها انه هو اللي كسر ايديه ورجليه، ما صدقتوش وقالت له انت ملامحك تحس انك شديد بس انت طيب ولا يمكن تعملها، ما تهزرش الهزار السخيف ده. عمها صور الكارنيه بتاع الجامعه وقال لها الرقم الجامعي احفظيه واوعى تنسيه، ده مهم جدا. ودي كانت اخر حاجه قالها، الرقم الجامعي. بالصدفة سواق التاكسي يعرف عمها، يبقى صاحبه، بيسألها عنه. قالت له اللي حصل، الراجل وقف بالعربية من الصدمة ووصلها المستشفى وشافت الجثة. الضابط قال لها انه في احتمال حد خلص عليه بس ما لقيناش اي دليل. الاحتمال التاني انه خلص على نفسه والقضية اتقفلت لعدم كفاية الادلة. خدت بالها في تاتو على رجليه، مورث هيلب. رجعت بيت عمها وقعدت قدام الباب. في واحد جه وقال لها مش فاكراني؟ باي جونج مين؟ افتكرت انها تعرفه ايام مدرسة. باي مهندس كمبيوتر. ساعتها تظبط صورة لعمها تبروزها في الجنازة. جيان كانت خايفة تخش الحمام لأنه عمها خلص هناك. قال لها ما تخافيش أنا فاضي وهنضفه، لما ترجعي هتلاقيه نضيف. في الجنازة السواق صاحب عمها كان واقف معاها وقال لها مين اللي بعت ورد. الغريب إنه في حد لا هي تعرفه ولا هو يعرفه، اسمه لي يونج. في 2 توأم جايين يحضروا الجنازة، ما قالوش كلمة واحدة. وفي واحد بره ما نعرفش هو مين بيقول كان نفسي أشوفك قبل ما تسيبنا وتمشي، أشوفك بعدين. التوأم الراجل بيكلمهم مش بيردوا عليه. صحاب عمها بيقولوا انه خلص على نفسه بسبب خسارته في بيع خراطيم المية. واحد فيهم قال لا ده كان في عصابة. الاسطى سواق التاكسي صاحب عمها كان بيبكي وبيولول بصوت عالي. صحابه بيتريقوا عليه. جو قال لهم انتوا نسيتوا هو عمل ايه؟ ابويا وابو كل واحد فيكم كانوا بيلعبوا قمار وخسروا فلوسهم كلها. ابويا بالذات خسر الفلوس والبيت، رجع بيتنا وولع فيه عشان حياتنا تخلص واحنا نايمين. جين هو اللي صحاني ورجع فلوسنا كلها، وانه هو دلوقتي قاعد معاهم لانه جين هو اللي انقذ حياته. جين عايشة معاه 10 سنين ما تعرفش عنه حاجة، فاكرة انه ملوش في المشاكل. بعد ما خلصت الجنازة باي رجع معاها البيت، اطمن عليها ومشي. جيان ما عيطتش على عمها بس في البيت استوعبت الصدمة وانها بقت لوحدها. باي رجع يقول لها حاجة، مسحت وشها تشوف عايز ايه. قال لها لما نظف الحمام لقى الموبايل ده هناك. دي اول مرة تشوف الموبايل ده. فتحته، في رسالة من البنك، رصيدك الحالي 18 مليار وون. معقولة تجارة خراطيم المية بتكسب كده؟ قالت له انت عملت ويب سايت لعمي، ممكن اشوفه؟ بعد حسبة صغيرة لقوا ان عمها مستحيل يكون جاب الفلوس دي كلها من خراطيم المية. باي قال لها مش ممكن الموقع ده يبقى وجه لحاجة تانية. باي غير الاكواد بتاعة الويب سايت، ظهر ويب سايت تاني اسمه مورث هيلب.
الاسم ده كان تاتو على رجل عمها عمل ويب سايت بيبيع المستلزمات الزراعية كواجهة للمتجر اللي بيبيع المستلزمات بتاعة المجرمين. أي حاجة المجرم يعوزها موجودة عنده. في واحد بعت رسالة إنه دفع. إمتى التسليم؟ كتبت إحنا هنقفل ونرجع لك الفلوس. قال لها هو جين راح، أنت كمان هتحصليه. البت خافت والواد قفل الجهاز. في حد بيخبط. واحدة اسمها مين هي بتسأل على عمها. قالت لها مش موجود، وهي بتكلمها جت لها رسالة بعد إذنك ما تخليش حد يخلص عليكي غيري. الست معاها مسدس وحاولت معاها تفتح لها الباب بس مفيش فايدة. في الآخر سابتهم ومشيت. في درونز بتقرب من البيت. جين وقع في مصيبة كبيرة والسبب عمها. احنا لازم نرجع بالزمن لورا ونفهم هي ايه الحكاية. المسلسل بتدور أحداثه في فترات زمنية مختلفة. جين الصغيرة، جين ثانوية عامة، وجين في الوقت الحاضر اللي فيه ناس كتير بيتسابقوا مين اللي هيخلص عليها الأول. جين صغيرة أول مرة تشوف عمها اللي بقاله غايب عن أهله يجي 8 سنين. أبوها بيهز أخوه اللي ما سألش عليهم السنين دي كلها. إحنا افتكرنا إنك نزلت البحر وما رجعتش. وأمه الغلبانة أهم حاجة عندها إنها شافته. جين اتعرف على بنت أخوه وقال لها اسمه. أمه ما لحقتش تفرح بابنها اللي رجع وماتت. جين كان عنده شك في حد من أعدائه خلص عليها، بس أخوه قال له دي هي كانت تعبانة في غيابك وصحتها مش قد كده. جي إن بتلعب وكسرت الإزاز في بيت الجنازة. أمها ادتها لعمها وقالت له خدها البيت، أنا وأبوها هنستقبل الناس. أبوها وأمها جالهم واحد اسمه بيل جاي عزيان في أمهم وقال لهم هو فين جين؟ أنا أبقى صاحبه. في البيت قاعدين على التلفزيون. جين جات له مكالمة خليته يتوتر. بيل لسه عايش وهو رايح يحضر جنازة أمك. جين هيروح بيت الجنازة يلحق أخوه ومراته قبل ما يجرى لهم حاجة، وقال لبنت أخته في واحد صاحبي هيجي ياخدك، اسألي عن كلمة السر، لو قالها افتحيله. وخرج بسرعة. في واحد جه البيت بيحاول يفتح الباب. جيان سمعت صوت في حد بيحرك أكرة الباب. سألته عن كلمة السر، ما قالش حاجة. البت مرعوبة. الباب اتفتح. في حد دخل. بتسأله انت مين؟ في حد سحب وضرب دماغه. البت سمع صوت الخناقة. بعد شوية مفيش صوت. حد تاني غير الأولاني بيدخل ووراها كلمة السر. ارتاحت. كتب لها انه صاحب عمها اسمه هوندا وعايزها تخش الأوضة. الراجل قفل عليها الباب وخدت بالها من ايديه. لابس خاتم كبير 4 صوابع. في واحد جديد دخل البيت. صاحب عمها اتخانق معاه. هي سمع الصوت فتحت الباب تشوف في ايه، ويا ريتها ما فتحته. شافت حد بيقطع دراع هوندا، الدراع اللي فيها الخاتم. جيان اتخبى تحت السرير بيدور عليها ملقاهاش. الراجل ده مش هو بيل؟ الراجل اللي قال لابوها وامها انه صاحب عمها. بيل بيدور عليها وكان لابس خاتم هوندا. جيان خرجت من الشباك. بيل حاول يسحبها، وقعت من فوق بس وقعت على كنبة بتجري والراجل بيجري وراها. عربية خبطتها والناس التمت عليها. بيل متضايق لانها شافت وشه وما زالت على قيد الحياة. في المستشفى لما قامت سمعت 2 عساكر بيقولوا امها تعيش انت، بنتها هتروح فين؟ البت الصغيرة بتحلم انه في حيوانات مفترسة في بقها دراع هوندا وبيبص عليها. قامت من الكابوس سمعت صوت حد بيتسحب. حطت مخدة مكانها وطلعت تجري. لقت نفسها في المشرحة والراجل وراها. فتحت التلاجة واتمددت جنب الجثة بتبص على الوش. دي امها. يا عيني عليها اتصدمت ومن الخوف حضنتها وقفلت عينيها. الراجل هيفتح التلاجة وجا صاحبه. اخيرا عمها وصل وخلص عليهم. فتح التلاجة لقى بنت اخوه جنب امها. شالها وخدها البيت. جيان بعد اللي شافته بتعاني من التروما بعد الصدمة. ساكتة وما بتتكلمش. عمها جابها تعيش معاه. عمها جين عارف كل اللي حصل ده بسببه. بنت اخوه اتيتمت. كان بيزعل قوي لما يشوفها نايمة وبتشوف كوابيس. في المدرسة سمعت العيال بيقولوا إشاعة أبوها خلص على أمها ورمى نفسه من العمارة. المشكلة إنها صغيرة أكيد هتصدقهم لأنها متعرفش أبوها وأمها جرالهم إيه. أكيد هتصدق. تلاقيها منين ولا منين. في البيت كانت ما بتاكلش مع عمها ومش بتكلمه، ولو عايزت حاجة بتسيب له ورقة على التلاجة. عمها الأستاذة بتكلمه عن تصرفاتها. ما بتتكلمش ما بتلعبش. هي لازم تشوف حد. قال لها إنه مشكلتها كبيرة، هي لازم تتعامل معاها. جين ما بيعرفش يتعامل مع الأطفال. جيان في المدرسة 3 عيال حبسوها في أوضة المخزن قفلوا عليها. في الليل بيتهيأ لها إنه الحيوانات هيخلصوا عليها. بتزعق وبتنده على عمها. دي أول كلمة قالتها من يوم الحادثة. في واد اسمه باي، هو ده نفس الواد اللي ساعدها في بيت عمها لما كان صغير. باي قال لعمها إنها في المخزن. عمها كسر الباب وقالت له اتأخرت ليه. في البيت بقت بتتعشى معاه بعد ما كانت بتهرب منه. أخيرا البت ابتسمت. نرجع لجيان. في حد بعت لها بعد اذنك استني انا جاي في السكه ما تخليش حد يخلص عليكي. هي وباي فتح الكمبيوتر بيقروا شروط الشراء من مورث هيلب.
كل عميل له تصنيف خاص بيه، يقدر يشتري الحاجات بتاعة التصنيف ده. الأحمر بيشتروا الحاجات اللي بيخلصوا بيها على الناس، الأصفر للزباين اللي بينضفوا الطرطشة والجثث، مواد كيميائية وحاجات زي كده. البنفسجي ده للمجرمين اللي معفنين المحترفين. التصنيف الرابع والأخير الأخضر، ده فيه اسم عمها واسمها، كل زباين المتجر لازم يحموها لو جرالهم حاجة. افتكرت انه علمها ازاي تضرب نار. جيان مش مصدقة اللي بيحصل. سمعوا صوت سور البيت لما اتفرقع، مفيش حيطة، ظهرت درون ضربت نار، الإزاز مضاد للرصاص، بيدخلوا جوه. الدرون رمت حاجات بتفرقع، دشدشت الإزاز كله، كل واحد راح أوضة، والدرون لحقتهم بيتخبى في الدولاب، والدرون رمت نفس الحاجة اللي بتفرقع، والباب وقع. جت جيان ووقعتها بالنبلة ورمت عليها الكرسي. نرجع بالزمن لورا لما كانت جيان في ثانوية عامة. رجعت من المدرسة لقت عمها جايب معلمين وصنايعية يعملوا تشطيبات، هي مش فاهمة ايه لازمتها بس مش مشكلة. قالت له ايه رأيك نروح الاوتيل لحد ما يخلصوا؟ قال لها احنا رايحين جبل جريسن. وصلوا الجبل، عمها تعب فجأة ومش عارف يمشي. قال لها انا مش هينفع اكمل، لو نزلت الجبل من الناحية دي في ملجأ طوارئ، انزلي لوحدك. ودها نبلة يمكن تحتاجها. لما نزلت عمها اتكلم بالتليفون، الكذاب كان ماخد حباية مفعولها راح، دخل كهف كان مخبي فيه بندقية. جين وصلت الملجأ، لقت فيه حيوانات مفترسة بياكلوا لحمة، بس هي تهيأ لها حيوان زيادة بياكل دراع صاحب عمها. الكلاب اللي جوه اوضه الطوارئ عمها هو اللي حطها علشان عايزها تفتكر الماضي وتواجهه بنفسها. الحيوانات هتهجم عليها، هي خايفة بس هي قامت وافتكرت كلامه، القوي ما بينبحش، واللي خايفة منه بص في عينيه ووجهيه. نشنت عليهم، اكيد مش هتقدر عليهم كلهم بس المهم ما تخافش. اخيرا عمها وصل وضرب نار. في طريق الرجعة قالت له ما انت زي الفل اهو، امال عيان ومش هتقدر ومديني نبلة، ده انت معاك بندقية صيد. قال لها في الطبيعة بخف اسرع، والبندقية انت ما تعرفيش تستخدميها، هعلمك ازاي. علمها ازاي تضرب نار. نرجع لما البطلة ضربت الدرون وانقذت صديق الطفولة، بس هما وقعوا درون واحدة، دي في غيرها كتير وبيضربوا في كل الاتجاهات. الست اللي كانت بتخبط على الباب سمعت صوت وهي مروحة، شافت الدرون وقعتها من بعيد عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية، وبكده انقذتهم. بعدها رجعت لهم البيت، وجين فاكرة انها جاية تخلص عليها، بس هما بيتكلموا القناص كان بيضرب، وانقذتها مرة تانية وعرفتها باسمها مين هي، جاية تحميها وتعرف الكتير عن عمها. الغريبة في المسلسل كل الناس تعرف عمها مين إلا بنت أخوه. إجابة السؤال ده هنعرفها بعد شوية. مين هي قالت لها انت ما خدتش بالك انك لما تندهي اسم عمك 3 مرات في حد بينقذك؟ احنا اللي عملنا كده، اخرها المدير اللي كل حقك، انت وعمك الكود الاخضر، احنا لازم نحميكم. القناص اسمه بيل، انتوا فاكرين هو اللي خلص على ابوها وامها؟ المهم جاب فرقة دعم، قائدهم اسمه كيم. في الوقت ده مين هي وقعت درون وبيل شافها وحاول يضرب عليها. كيم لما عرف انها موجودة كلم بيل وقال له انه هياخد فلوس اكتر لانها مجنونة رسمي، دي تصنيفها احمر وبنفسجي. مين هي باين انها اشهر من نار على علم. نرجع من تاني المشهد البندقية اللي تحت الكنبة لما نشنت عليه، بس للأسف ما جاتش فيه، كانت قريبة وجت في الشباك. في واحد قرب من البيت وكان هيخلص على باي، بس مين هي خرمت دماغه وقالت لها اخرجي من الباب اللي ورا، روحي المخزن هناك هتلاقي باب هيوديك المخزن السري. جين خرجت من الباب واتخبت ورا باب الدولاب، وبيل كان منشن عليهم بس ما قدرش ووصلوا مين هي استغلت الفرصة انه مشغول ونشنت عليه، ما جاتش فيه، جات في صاحبه اللي سايق العربية. مين هي لحقتهم وبتشاور على الباب. جيان بتحاول تفتح بس مش عارفة الباسورد، وافتكرت الرقم الجامعي. اشتغل ونزلوا بالاسانسير تحت. وصلوا المخزن وشافوا كمية كبيرة من مستلزمات المجرمين، وظهر واحد مغطي وشه ونده عليها باسمها وعرفها بنفسه براذر. مين هي كانت في المخزن فوق بتأخر الرجالة اللي جايين ومعاهم كل حاجة عشان يخلصوا على بنت واحدة. كيم بيوزع الرجالة في المخزن. على فكرة كيم يبقى المعلم اللي علم مين هي أصول الشغلانة المهببة دي. مين قفلت النور واستنتهم لحد ما انتشر، كل واحد بقى لوحده، واتبعت معاهم أسلوب فرق تسد، وكانت بتستلم كل واحد فيهم وتعمل معاه الواجب. كلهم في المخزن وبيل مش شايف حاجة وكان جعان، خد كيس الأكل من إيد صاحبه اللي دماغه اتخرمت من شوية. كلم كيم وقال له انجز، خلصت عليهم ولا لسه؟ مين هي مجنونة بجد، خلصت عليهم كلهم وفضل لها البص الأخير. المعلم كيم الطحن اشتغل، يعرف كل حركاتها، يا دوب هيخلص عليها كانت أسرع منه وخلصت عليه. قبل ما تمشي كانت بتحييه لأنه أستاذها وليه فضل كبير عليها، ده هو اللي علمها إزاي تخلص عليه.
تحت في المخزن الواد المقنع بيطلب منها تربط ايدين الواد اللي معاها. اتحركت بسرعة وقربت منه وعملت له حركة اغمى عليه وشالت الايس كاب. معرفتوش بس فكرت ممكن يبقى واحد من رجالة عمها اللي بيحموها، وافتكرت ايام زمان كان في واحد اتعرفت عليه وخرجت معاه، بس عمها طفشه لدرجة انها كانت في المطعم بتشتغل. جه الواد عايز يشتري، لما شافها ساب المطعم ومشي. بعدها قررت انها تواجه عمها. ليه الناس بتهرب منها؟ اعز صاحبة ليها ما بقتش تكلمها. الاستاذ في المدرسة قال لها اولا صاحبتك سرقت الساعة بتاعتي لما جت البيت، والاستاذ اللي بعدها باسبوع اتقفش اداب، والواد اللي في الثانوية بيسوق موتوسيكل مع انه ده ممنوع لانه صغير. قالت له انا عارفه انك بتعمل كل حاجه وتحميني، بس هي بتحس نفسها مقيده وهي بتشتغل شغلانتين تجمع فلوس عشان تسيب البيت ده. قال لها اديني قلم في وشي وهسيبك تسيب البيت وتمشي، وما كانش بيهزر. جيان جات لها الجرأة وسألته سؤال مهم جدا: ايه اللي حصل مع ابوها وامها؟ صحيح انه خلص عليها ورمى نفسه؟ وكمان قالت جملة مهمة: مش فاكرة ايه اللي حصل. جيان كل الناس عارفة انه عمها عنده ماضي، بس هي ما تعرفش، مع انها لما كانت صغيرة شافت بيل وشافت الجثث اللي متكومة واللي عمها هو اللي عمل كده. بس اللي حصل انه اليوم اللي حصلت فيه المصايب دي كلها اتمسح من دماغها، ومش فاكرة انه عمها شمال، فاكرة انه طيب. هي كل اللي بيتهيأ لها دراع هوندا، وعمها بيزوغ مش بيجاوب على سؤالها لانه عارف انه لو جاوب ممكن تفتكر الحقيقة، وهو مش عايز كده، هو عايزها تفضل شايفاه طيب وامير. جيان اتغاظت منه، ما بيقولش الحقيقة، حاولت تضربه بس هي حركتها بطيئة واستجابتها ابطأ، دي ضربت رجليها. في المخزن كانت بتساعد عمها، قفلت عليه وحشرته، فاكره انه سهل، زوغ منها بسهوله. مساعد عمها باشن التايلاندي بيشتغل معاه في المخزن. عمها اتفق معاه يعمل لها حركه يغمى عليها فيها. لما قامت زعلت منهم. بعد الشغل راحت عند باشا اللي عنده مطعم تايلاندي يعلمها الملاكمة التايلاندية، يمكن تقدر تسيب البيت وتعيش لوحدها. واتفقت معاه تدي فلوس كل حصة. جين مع انها ضعيفة وخجولة بس عندها الاصرار انها تتعلم ازاي تدافع عن نفسها. كانت بتذاكر وبتشتغل في مطعم، وكمان بتحضر حصص تدريب من غير ما تضيع ولا واحدة، وكانت بتتحسن بسرعة. حاولت يمكن تديله قلم بس ده بدري عليكي. في مرة خرجت من الشغل راجعة البيت، لقت صاحبتها في عيال بيرخموا عليها. صاحبتها قالت اسمها وزوغت منها. جين ما جربتش الملاكمة قبل كده، جت تجربها فيهم. في الأول اتريقوا عليها، الأول وقعته، التاني علمت عليه، التالت معاه مطوة. عمها ظهر في الوقت المناسب وقع المطوة. صاحبتها بنت أصيلة لما هربت جابت الشرطة وجت. العيال النتنة هربت. جين قدرت انها جابتهم وما هربتش وسابتها. على فكرة هي دي البيست فريند اللي سرقت ساعة عمها. عمها بيقول لها انه عارف انها بتتمرن عند باشن وانها بقت احسن بكتير، بس مطوة ده لسه بدري، انت اول ما تشوفيها تهربي. نرجع للمخزن، لقيت شاشات لكاميرات مراقبة مترشقة في كل شارع وحتة هي بتروحها، مدرسة، شغل. الشارع اللي اتخانقت فيه مع العيال عمها ظهر في الوقت المناسب لانه كان شايفها. باي قال لها اوعى تثق في الواد اللي اسمه براذر، ده هو اللي بيراقبك. وجين مش مطمنه لبراذر وبتساله انت بتراقبني ليه؟ وعمي هو اللي عمل كده. قال لها مش مهم، سيبيني انا لازم اطلع فوق وادي مين هي ذخيره، هي اللي بتدافع عننا. قالت له انت بتقول ايه؟ انت بتراقبني ليه؟ الراجل هيتكلم يقول لها حكايته ايه. باي قفل بقه وقال لها انه بيمثل انه مسكين، هيدور في المخزن ويقول لها لو في حاجه تقول لنا ايه المكان ده وبيشتغل ازاي. باي فرح قوي لما شاف اوضه السيرفرات. براذر قام وقال لها اوعى تثقي بالواد ده، وبيجري. جريت وراه، عمل لها كمين، وقعت في فتحة أوضة سرية، والأوضة دي برضه فيها كاميرات. باي كان بيدور عليها. براذر قفل النور وجا من وراه وكتفه. براذر في الشاشة قال لها النظام ماشي ازاي. في مورثي هيلب جين لو جراله حاجة بنت اخوه هي اللي هتستلم الإدارة، وانه براذر هيسمع كلامها وهيضحي بنفسه علشانها، المهم سلامتها. قال لها لو وافقت تستلم الإدارة اكتبي في الورقة اللي قدامك. خدته على قد عقله ووافقت. فتح لها، خرجت غفلته وخدت المسدس وقالت له سيب باي يمشي. قال لها امريني اي حاجه الا ده هو اللي ورا اللي حصل لعمك. جيان اتصدمت بس خلته يفكه، عندها شك مش عارفه تصدق مين. باي اول ما قام ضربه، هي خلته يوقف. وبراذر هو ضعيف بس ذكي ويعرف يعمل ايه في المواقف اللي زي دي. براذر بقى بحبل وعصايه يتحكم فيه. باي قال لها اوعى تصدقيه، ده سايكو بيراقبك 24 ساعه. فكرها لما كانوا صغيرين في 3 عيال قفلوا عليها مخزن المدرسه، هو اللي قال لعمها يجي يلحقها. براذر قال لها ما تصدقيش، هو كان اخر واحد جه عند عمك. في ملف اسمه 404، افتحي وتأكدي من كلامي. باي بيزعق، ده اكيد برنامج هيفتح الابواب والناس هيخلصوا علينا.
جيان في حالة توهان، مش عارفة تصدق ده ولا ده. افتكرت كلام عمها، سمح لها تجيب قطة في البيت، بس لازم تتحمل مسؤولية القرار اللي هتاخده لو جابت القطة، ولو جرالها حاجة تتحمل مسؤولية الزعل. جيان بصت لقت مين هيما معاها الذخيرة، هددت براذر وقالت له اطلع اديها الحاجة. براذر اداها نضارة عشان تلبسها وقال لها اوعى تثقي في باي. جيان فكت صديق الطفولة وقال لها انه متشكر قوي انها اختارته. على فكرة لما كنا صغيرين انا اللي قلت لعمك يجي يخرجك، بس نسيت اقولك انا اللي ورا العيال اللي حبستك. ودها إبرة، فقدت التوازن، وقعت جنب المكتب. الوش التاني ظهر قاعد على الكمبيوتر وهي كانت بتبصله من النضارة وبتسأله انت مين؟